إيقاف سكان كلامور بالمطار بسبب العشعوش الأسود الجنيفيد الموسخ والمغوفل والمزغب مع رائحة السردين اللي عينيه حمرين. وعلاش محمد أوزين كيتهموا القناة شوف تيفي بأنه كيضرب الدراري الصغار وكيضرب حتى الكبار داخل واحد الفيلا كاينه في بوسكورة؟ هذا أمين عام ديال حزب الحركة الشعبية محمد أوزين، اللي هو نائب رئيس مجلس النواب واللي هو برلماني وكيترأس حزب الحركة الشعبية. انظر ماذا كتب. شوف نكتب على واحد المسؤول مغربي يرأس مؤسسة إعلامية كبيرة، وهو كذلك مسؤول على واحد الجمعية كبيرة جدا في المغرب. هذا راه مسؤول مغربي. شوف نكتب عليه، قال له: ففضائحك التي يعرفها القاصي والداني مع القاصرين قبل الراشدين والليالي الحمراء. شوف عنده هذا المسؤول المغربي عنده علاقة مع القاصرين، قال له: عندك مسؤول علاقة مع القاصرين قبل الراشدين والليالي الحمراء. دابا شكون اللي عيبت في هذا الشيء؟ والليالي الحمراء في فيلا بوسكورة، الليالي الحمراء. انت عندك واحد السيد مسؤول اعلامي عنده بطاقة الصحافة عنده علاقة مع القاصرات ولا القاصرين، قاصرين الدراري، حيت ما قالش القاصرات، القاصرين. هذا الشخص مسؤول مغربي على مؤسسة إعلامية كبيرة في الدولة في البلاد وكتلقى المال العام بسخاء، وثم هو يرأس مؤسسة عنده علاقة بقاصرين. ويلي 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 ويلي. شكون اللي كيهضر؟ ماشي أمين عام. نعاودها: ففضائحك التي يعرفها القاصي والداني مع القاصرين. إذا هذا السيد كيبلغ لنا على جرائم فظيعة. القاصر خصو الحماية، القاصر ولا لا؟ شكون يحملنا القاصر؟ القضاء المغربي. ها انت القضاء المغربي، ها امين عام كيبلغك على جرائم خطيرة كيمارسها واحد الشخص ضد القاصرين. فضائحك التي يعرفها القاصي والداني مع القاصرين مع القاصرين قبل الراشدين والليالي الحمراء في فيلا بوسكورة. واو 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 واو. إذن شنو كيوقع في هاد فيلا بوسكورة؟ دابا هادي امين عام ديال الحزب السياسي تيقول لنا واحد المسؤول مغربي ديال المسؤول على مؤسسة عنده فضائح مع قاصرين ومع راشدين والليالي الحمراء في واحد المدينة، كيعطيك المكان والجغرافيا والضحايا والقانون الجنائي كله تما محطوط. ماذا تقول النيابة العامة؟ ماذا تقول أمينة بوعياش؟ هل القاصرين ما تحميهمش أمينة؟ دابا شكون هاد القاصرين اللي كينعس معاهم هاد المسؤول ولا حنا ما عرفناش سيدي الفضائح شنو الشكل، واش جنس وكيفاش شكل استغلال ولا. المهم الفضائح التي يعرفها القاصي والداني مع القاصرين قبل الراشدين والليالي الحمراء. الليالي الحمراء كي كتعرفوها الماتش كي كتكون الليالي الحمراء القاصرين؟ هذا الشيء كيوقع في الدار البيضاء في العاصمه الاقتصاديه. ايوا واش الناس تحرق ولا ما تحرقش؟ وانا ضد الحريق اخوتي المغاربه. واش تقدر تكتب في اسبانيا هذه الجمله؟ تقدر امين عام حزب سياسي يكتب هادشي في اسبانيا ولا في فرنسا ولا بلجيكا ولا حنا في دوله الاسلام ودوله عندها 12 قرن، عندها 12 قرن. لهاد الدرجه حنا رخاص امين عام يكتب هذا الكلام؟ عاد نجي انا ندير هذا الفيديو. شوف واش دابا النيابه العامه مسؤوله ولا مسؤولاش؟ دابا ما شافش هذا الفيديو، شاف التدوينه ديال سليمان، شاف التدوينه اللي كتب على عاصي يديك كذا وتعتقل، شافوا داك الشيء اللي كتبت سعيده العالمي وشافوا داك الشيء، وهذا الشيء ما تشافش. دابا خالد الحري ما يتحاكم وهذا ما يتحاكم ومجاهد ما يتحاكم، شكون يتحاكموا؟ وكتشوف الوزير العدل البارح كيف نحن القاصرون فارجعوا لنا. كيناقشك القاصرين بحال اسبانيا جات شي باطوات وداتو، وراه ولادك مشاو عندهم، وراه حنا ولادنا مشاو عندنا، ولا كانوا والديهم علاش والديهم سمحوا فيهم، ولا الوالدين سمحوا فيهم. مال هاد الوالدين ديالنا هكا؟ راه مسؤوليه الدوله، واخا يكونوا الولاد واخا يكونوا الوالدين. هاد الوالد كاين شي اب كيسمع في كبته، وحنا الراجل غادي بولده بمرته بالطفل بكل شيء، راه اساءه. شوف هاد الصور الكره بنادم يحشم ديك الصور اللي دازوا. انا كاع ما شكون دخلهم شكون ما جاهم، شنو الشبكات مش الشبكات، الجزائر فرنسا بوركينا فاسو، والله ما ندير في هادشي. انا عندي واحد الانسان قابل لان يستغل. كارثه. ولكن فقبل ما غنتناولوا هذا الخبر فغنمشيو الى ايقاف سكينه كلامور مونامور مولات العشعوش واللي حاولت تهرب من المطار ديال محمد الخامس في الدار البيضاء، الا ان العناصر ديال البوليس بالمطار غادي يوقفها.
وبناء على مذكرة إيقاف واعتقال من طرف السلطات نتاع مراكش. والسبب هو العشعوش وإعداد ونشر محتويات رقمية مخلة بالحياء العام، وبالتالي فمولاة العشعوش غادي يرجعوها لمدينة مراكش وبالضبط الحراسة النظرية. من بعد غادي تقدم على أنظار وكيل الملك، ومن بعد غادي يقرر واش غيتابعها في حالة سراح أو غادي يحفظ الملف أو غادي يتابعها في حالة اعتقال، وبالتالي غادي يردوها لسجن الوداية واللي كانت خرجت منه سنة 2021 بعد ما دوزت 24 شهر عقوبة حبسية بسبب أنها كانت متورطة في القضية ديال حمزة مون بيبي. ودابا غنتكلموا على الفضيحة الكبرى. فتصوروا بأن الأمين العام ديال الحركة الشعبية محمد أوزين والملقب مول كراطة غادي يفجر واحد المفاجأة مدوية، وللأسف النيابة العامة باقا كتفرج. هاد محمد أوزين غادي يتهم مول قناة شوف تيفي اللي سميتو دريش شحتان، حتى هو معتقل وعنده سوابق، وغيتهموا بانه كيضرب الدراري الصغار وكيضرب حتى الراشدين وكيضربهم في الليالي الحمراء في واحد الفيلا اللي كاينه في واحد بوسكوره. كما ان هاد الفيلا كيمتلكها مول شوف تيفي. محمد أوزين غيقول دريش شحتان فضائحك الذي يعرفها القاصي والداني مع القاصرين قبل الراشدين والليالي الحمراء داخل الفيلا نتاع بوسكوره الفارهه. والاخطر من هادشي كامل محمد أوزين غادي يوعد دريش شحتان باللي غادي يجبد ليه فيديوهات صوت وصوره باش غيفضحوا امام الجميع وباش غيطير ليه النعاس لمده اسابيع. كذلك غيقول ليه بلا ما نتكلموا كذلك على ديك الفيلا اللي كاينه في انفا واللي ما خافيه حتى على واحد. كذلك غادي يجيب حتى اسم الزوجه ديال دريس شحتان مول شوف تيفي سهام مكوار، وغادي يكتب فماذا كان راي سهام مكوار فيما جرى وصار وسط الدوار او في الدوار، بمعنى ان زوجة دريس شحتان مول شوف تيفي عارفه شنو تيدير الراجل نتاعها او الزوج ديالها، فيما انه كيضرب الدراري الصغار وكيضرب ربما حتى الراشدين. هادو كيبقاو اتهامات. ودابا عاد فهمت علاش شوف تيفي منبر ديال دوك الزمحه، فما كان شي زمح الا وجبتو شوف تيفي وكتستضفو وكتهلا فيه ودير مع حلقات لاسابيع ولساعات. وقبل ذلك غادي نتكلموا على مول شوف تيفي دريش شحتان ابن تونات. هاد السيد هذا كان ديجا تعتقل نقول لكم 2009 2008، والسبب حسب قوله ديك الساعه انه كان كيعارض وكينتقد السياسات نتاع الملك محمد السادس. فبعد ما غادي يكتب عشرات المقالات غادي يتكلم على المستشار الملك فؤاد علي الهمه وغادي يوصفه بالشيطان الاخرس، وغيتكلم حتى على خوالات الملك بانهم كيسرقوا وشفاره وكينهبوا. المهم بقى كيتكلم ما دوا معاه حتى واحد الى حدود انه غادي يتعتقل بعد ما غادي ينشر واحد الخبر كاذب حول صحه الملك. وهنا غادي يتعتقل وغادي يمشي للسجن ديال عكاشه وغادي يتحكم بسنه، الا انه ما غاديش يدوزها كامله، غيدوز فقط واحد 8 شهور بعد ما غادي يحصل على عفو ملكي، نظرا لانه تقدم بطلب العفو للملك. مباشره بعد ذلك غادي يخرج من السجن وما غيبقى لا نضال ولا انتقاد، وغادي يولي اكبر مطبل ومزمر لاي فاسد عنده ميمي في هذه البلاد. وتما غادي ينشا قناه شوف تيفي وغادي يولي الرقم 1 في التشهير. وشكون اللي يقول زعما على ان شوف تيفي قناة الشعب مزيان؟ من بعد غادي يتحصل على اموال طائله وغتولي عنده فيلا. للاشاره فقط هاد الفيلا اللي كيتكلم عليها محمد أوزين ديجا جبدها سنه 2024 داك الصحفي اللي في اسبانيا سميتو علي المرابط، وقال على ان الشرطه الفرقه الوطنيه استدعوا دريش شحتان فيما يتعلق في القضيه ديال اسكوبار الصحراء وداكشي اللي كيوقع في الفيلا. وبالتالي غادي نفهموا بان هاد الفيلا اللي كيتكلموا عليها فيها الليالي الحمراء، فيها السهرات الماجنه في قلب فيلا تعود ملكيتها لمول دريش شحتان المول شوف تيفي، واللي كيقول على الجريده نتاعو انها قناه ديال الشعب وتدافع عن الشعب. ولا يخفى عليكم ان هذه القناه تيقولوا عليها بانها محميه وان عندها علاقات مع من؟ مع المخابرات، وانه سيدير حتى 1000 شكايه ما غتصور منهم الذي باعتها. ولكن هادو كيبقاو مزاعم، كيبقاو اشاعات. فهو صحيح ولا ماشي صحيح؟ الاكيد ان اي واحد كيشكي بقناه شوف تيفي ما كيصور منها الذي بعثها، مع العلم ان كلشي كيشوف بان قناه شوف تيفي ماشي غير كتشهر، ماشي كدير غير التشهير. قناه اولا حكاره كتحكر على وليدات الشعب، وراه شفنا داك المحامي اللي هو الزوج فاطمه الزهراء اللي ولا دابا الطليق نتاعها كيفاش شهروا به، وغادي يحطوا ليه صور وفيديوهات مع هذاك اللي كان مصاحب معاها ناعسين بالسليبات. وبلا ما نتكلموا على سعيد الناصري اش داروا ليه، وكاين بزاف الناس اللي حقروهم. الا ان هذه المره الوضع كيختلف، هذه المره كيقولوا انه طاح مع راجل خالته اللي هو محمد أوزين.
واللي واخا دير به شكايات حتى هو ما غتصور منه حتى اللعبه، بدليل ان مول شوف تيفي كيقول ان درت به شكايات وما سوقوش ليا. ودابا بهذا الشيء كامل نقولوا ان هذا الشيء مجرد اتهامات. ففين هي النيابه العامه؟ فواش النيابه العامه ما تستدعيش محمد اوزيل وتسولو وتستفسروا بما انه كيقول ان عنده فيديوهات؟ فعلى الاقل خاص يكون هناك بحث. اجي السي محمد اوزيل اش كتقول في هذا الشيء هذا وفين هما الادله؟ وهنا في حاله الا كان كيكذب راه خصو المتابعه القضائيه، وفي المقابل خاص استدعاء السيد ريش شحتان مول شوف تيفي. واش بصح كيتعدى على القاصرين ويمارس السدود الجنسي مع حتى الراشدين في واحد الفيلا اللي كاينه في قلب بوسكوره؟ وبالتالي فخاص ترتيب مسؤوليات نتاع هذه الجريمه هذه. كما انه بغينا نتوجهوا بواحد الرساله للمحكمه ديال كازا، المحكمه ديال عين السبع. فكتعرفوا بان هذه المحكمه حكمت على العشرات والمئات من المتهمين بسبب هادشي ديال التشهير، اهانه مؤسسه قضائيه، اهانه مؤسسه دستوريه. مزيان، ولكن هذه القناه شوف تيفي، علاش هذه القناه شوف تيفي اللي كتمارس التشهير بواحد الطريقه اللي حتى واحد ما دارها، ومع ذلك حتى شكايه ما كتقبل، حتى حكم قضائي ما كيتقبل، وما كاين والو، وما كاين حتى شي حاجه. محامي عباد الله بالسليب، حطوا الصور ديالو مع وحده كيتباوس بالسليب، يعني حياه خاصه. ومشات مرتو رفعت قضيه وطلبت 300 مليون سنتيم، وفي التالي ما عطاوها لا ريال لا جوج. حقا قناه شوف تيفي كدير الخدمه نتاعها، الخدمه الصحفيه. واخا سي سعدون، واش تاكدتي من خبر ايقاف ديك تيك توكر سكينه غلامور مولات القنيفيد الاسود المعفن بريحه السردين؟ اليوم غيتم ايقافها بمطار محمد الخامس بعد ما حاولت انها تفر الى وجهه مجهوله. تفضل سي سعدون. كانت بغات تهرب، بغات تفرتح. بحال كيف ارتحات هذيك المدعوه اللي كاينه في البرازيل. صحيح. شدت لذلك راه بفرار هذيك المدعوه اللي كاينه في البرازيل السلطات تلقات الميساج مزيان وولات ما بقاتش كتثق في هذه الانواع، يعني عارفين بلا كتوجب الصاك. وهي اصلا الناس اللي كيتسوقوا من عندها قالت لهم هذا المغرب غنخليه لكم كاع ونمشي في حالي. الا لاحظتي انها حاولت تهرب من الدار البيضاء ماشي من مراكش. من الدار البيضاء كانت غادي تمشي الاماكن اللي ما فيهاش الفيزا، والا كانت عندها الفيزا ديال شي دوله عندها الفيزا، كانت الفيزا ديال دوله عندها فيزا اوروبيه، عندها فيزا شنغن. اذا كانت لا شنغن راه تقدر تهرب من مراكش، ولكن عندها شي فيزا كبيره بحال دابا الطائرات بحال مصر بحال لا انا بالي بغات تلوح في كازا باش ما يشوفوهاش مراكش، باش ما يسيقولهاش الخبر البوليس تاع مراكش. لا 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 شوف هذوك الناس كيهضروا بالسيستم، باينه في السيستم تخرج وعندها لي زانستركسيون باش تخرج، اما عندها لي زانستركسيون باش ما توقف ما يهضروش معاها. واخا سمعنا انك كنت دير شكايه غدا. الشكايه راه موجوده دابا، غنزيدوا عليها شويه، غادي نعاود نبدلها لانها في السيستم ونعاود نديريها ونمشي ان شاء الله نعزز الموقف ديالنا لا صفر التفاهه. ولكن الشكايه غتكون في شخص طاهر سعدون، لان باش نتجنبوا ديك قضيه الجمعيات من الجمعيات غادي نمشيو ونعاونوا النيابه العامه ونازروها ونتهزموا بها ان شاء الله ونتابعوا باش الامور تمشي مزيان ونمثلوا جميع المغاربه. علاش؟ لان هناك طلب حثيث لصفر التفاهه باش تحرك ناس من الخارج ومن الداخل كيتصلوا او كيعلقوا حتى عندها هي باننا خصنا نتحركوا، لان الناس كتسائل فينكم صفر تفاهه فينك. واخا المحامي الصوفي غيكون حاضر؟ لا انا غندفع بيدي لان كاين اضراب. الاضراب نسميه اضراب ديال المحامين، هو امتناع عن العمل نظرا للقوانين اللي بغاو يصدروها ضد حريه المحاماه. وتحيه للمحامين كلهم، تحيه للساده النقباء عبر التراب الوطني. اذا غدا ان شاء الله الشكايه غنحطها في مراكش ان شاء الله بحول الله. وزعما راه فرحت، لان كنفرح بحال الاباء الاخرين اللي خايفين على وليداتهم وبنياتهم، وكنفرح بحال الناس اللي عندهم بناتهم اللي كيبيعوا ويشري عبر الشبكه الزرقاء وممكن يكونوا ضعاف قدام الفلوس، وهي كتحثهم تقول لهم انا راه خويت الستوك كامل وبعت السوق كامل ديال الدار البيضاء وديال مراكش ملي بينت القنفذ ديالي، وشتان ان يكون قنفذا محترما لانه حيوان طبيعي، بل هو مكان اللي كنشبه بالنقطه اللي كيتمرغوا فيها البهايم في العروبيه ولا في الصواب. صحيح. شكرا سي سعدون، جزيلا، جزاك الله خير، بارك الله فيك.